بصي، لو انت بتشتكي ان الغسالة بتاعتك بعد ما بتعملي دورة الملابس بتاعتك بتلاقي ان رائحة الغسيل مش كويسة معاكي، او بتقولي ان الغسالة بتاعتي مش بتنظف كويس، او كمية المية اللي داخلة الغسالة ضعيفة، ان شاء الله في الفيديو هحللك كل المشاكل ديت. بس ما تنسيش تشتركي في القناة وتحط اللايك بتاعك. بعد كده في رابط اسفل الشاشة، ده بيكون الفيديو الطويل، بتدخل على القناة بتسمعيه برضو هتستفادي، لا يكون معلومة يعني لقصر الفيديو ده ما قلتهاش. اول حاجة طبعا علشان الغسالة ما تنظف معاكي رائحة الملابس تكون كويسة، اهم حاجة انك انت تنظفي الغسالة بتاعتك شهريا. بنظف ازاي الغسالة بتاعتي شهريا؟ طبعا زي ما متضح معاكم في الفيديو، انا بجيب اسبونشة فيها رغاوي، بغسل كويس بقال الدرج، بغسل الاطار بتاع الغسالة، بمسح بفوطة مبلولة الرغاوي، وبرضو بنضف معايا الباب بتاع الغسالة. طبعا تحت الباب لو في اتربة اي بتاع بعملها بفرشة اسنان صغيرة، وبطلع كل الاتربة دي عشان احافظ على الباب بتاعي، وادعكها كويس. وبعد كده باخد الفلتر بتاع الغسالة تحت الحنفية، برضو عندي فرشة قديمة بتاعت اسنان، وادعكه حلو خالص زي ما انتوا شايفين، ما بسيبش منطقة الا لما انضفه فيها، وبعد كده برجعه مكانه. طب بقى لو انت بتشتكي بضعف المية اللي داخله للغساله، بيكون السبب هو الفلتر ده اللي موجود في المنطقة دي. انت بتخلعي الخرطوم اللي وراه اللي هو متصل بالغسالة فقط مش بالحنفية، وبعد كده بتخلعي الفلتر بتغسليه تحت الحنفية، وتنضفي المكان ده كويس، وفي مصفى كده سلك بتغسليها وبتنضفيها برضو، بترجعي كل حاجة مكانها وبتربطي الخرطوم تاني، بتلاحظي ان المية زادت معاكي. وبعد كده هتظبطي الغسالة بتاعتك على دورة تنظيف الحوض، وهتضيفي معاكي خل في الجزايز وملح ليمون. وهتسيبي وترجعي، يعني انا بعد ما عبيت شويه ميه بعد كده حطيت الخل وكده، وهدوس ستار، وكده عمرك ما هتشتكي ان رائحه الغساله مش كويسه ولا مش بتنضف.